قافلة الصمود الجزائرية التونسية الليبية، الناس دول طيبين يا خال، والله الناس دول طيبين. كل واحد سحب حمارته زي ما انتوا شايفين كده، ورايح فين؟ رايح مصر. طب رايح فين في مصر؟ انا رايح الحدود المصرية، معبر رفح. طب تعمل ايه؟ احنا هندخل الشاحنات دي لاخواتنا المجاهدين والمرابطين في فلسطين، من غير اي احم ولا دستور كده يعني. نسيوا خالص ان مصر ذات سيادة يعني. ان مصر قراراتها بتمشي على دول كتير، ولكن قرارات اي دولة تاني ما تمشيش على مصر. نسيوا الكلام ده، من غير عنصرية، من غير اضطهاد، ومن غير تجريح في الدول يعني، او للبعض للجزء اللي بيفهم يعني من الدول اللي هي عامله القافله دي عشان يدخلوها كاعانات ومساعدات لاخواتنا في فلسطين. مش هنتكلم في القمه العربيه، وكم من المرات دعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماع القمه العربيه ومحدش حضر منها. مش هنتكلم كمان وهنقول اللي عايز يدخل مساعده من الدول دي كان ممكن يدخلها باي طريقه من الطرق. مش هنتكلم كمان في ان ده مغرز معمول لمصر. مش هنتكلم في ان دول وراهم شبهة كبيرة جدا. ده كله الناس العاقلة والناس المحترمة والناس اللي خايفة على وطنها وعلى بلدها كمصريين يعني فاهمين الكلام ده. ولكن هنركن الجزء اللي هو عقيم عقليا وفهميا، ما بيوزنش الامور. اللي هو طلع اتكلم قال لك ادي مصر دخلت المساعدات من الدول دي، ولكن جت عند معبر رفح هو ما دخلتش، وادي مصر وادي 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 وادي، وعمالين نقطع في مصر ونفرم في مصر. ومش فاهمين خالص ان مصر بعد ربنا سبحانه وتعالى فضلها على جميع الدول. ومش فاهمين كمان ولا عارفين ان مصر كان لها الدور الاول والاخير في دعم القضيه الفلسطينيه منذ بدايه الحرب وحتى الان. ولكن احنا سكتنا له، دخل بحماره. وانا بقول لك يا خال الناس دول طيبين، عاملين زي الراجل اللي هو يظهر امام حضراتكم ده كده. ده ماسك ميزان الميه وبيوزن الميه في البحر. يعني بص كده، بيوزن الميه في البحر، فمستحيل انها يظبطها. فنفس الكلام اللي شايفينه ده بتاع الراجل اللي ماسك الميزان هنفرضه او هنعتبره او هنضرب مثل عليه على مصر. ان محدش هيفرض سيادته على مصر ولا سيطرته على مصر، ولا هيكون ليه جمايل على مصر، ولا هيعرف يهدم مصر، ولا هيعرف يخرب في مصر. هتفضلوا كده تمسكوا الميزان وهتوزنوا كده في البحر، هتظبطوا البحر بميزان ميه ازاي؟ انا مش فاهم. فانتوا ان ظبطتوا البحر بميزان الميه هتعرفوا كمان تظبطوا مصر وتمشوا اوامركم على مصر. ولكن يعني بعيدا كل البعد، الكلام ده بعيدا كل البعد. عشان كده مصر طبعا ردت وقالت مصر تدعو مواطني الدول الالتزام بالقوانين والقواعد المنظمة لدخول أراضيها. يعني سكتنا له دخل بحماره. فهم طبعا خدوا الحمير بتاعتهم دي ولفوا ورجعوا تاني.